بصوا يا جماعه، احنا برضو في تلال الجزيره دي شجره كريز. لو في ناس ما تعرفش ورق الكريز، للاسف الغش التجاري والتضليل اصبح النهارده يعني ما شاء الله علينا محترفين تضليل. خلاص لو نرجع لسنه 90 او 89 في المحمد زكي بتاع البيضه والحجر. بالظبط. هو ده الواقع اللي احنا عايشينه في مصر. النباتات الاستوائيه ليها بيئه معينه. احنا ليه لغايه النهارده بنستورد الشاي وباكو الشاي اللي قد كده بفلوس؟ مش كده؟ ليه؟ عشان ما عندناش عشان البيئه المناخيه لا تسمح ان احنا نزرع الشاي. حتى لو شجره الشاي حصل فيها نمو خضري مش هتديك انتاج الشاي. ولو اديتك انتاج مش هتديك نفس النكهه والجوده اللي انت بتجيبها من كينيا. آه. الشاي احنا بنستورده مثلا كينيا من دول والسودان. ايوه بالظبط، من كينيا، من منطقه اسمها موباسو في كينيا. كينيا. والله تمام. خلاص، من ضمن المناطق اللي بتستورد منها الشاي كينيا وسيلان. وسيلان الاثنين. تمام. طيب الكريز ليه دول معينه منتجه ليه؟ الفستق، البندق، اللوز، الحاجات اللي هي الايه المكسرات. للاسف النهارده في مشاتل بتنصب عليك، يقول لك خد كريز، خد بندق، خد فستق، خد. هتطلع كنمو خضري ولكن كانتاج مش هتديك انتاج. طيب حاجه زي دول النبات له بيئه مناخيه بينمو فيها. بيئه مناخيه ليه؟ ينمو فيها. يعني انت لغايه النهارده في اصناف عنب ممكن تاكلها في اوروبا مش موجوده في مصر. ممكن تاكلها في امريكا، في كندا، مش موجوده في مصر، لان المناخ المصري لا يصلح ليها. فنخلي بالنا من الجزئيه دي، لان في ناس كتير يا عيني ما تعرفش، فبيروح يقول لك انا ازرع بندق، ازرع فستق، ازرع لوز، ازرع كريز وهكذا.